ازيكم؟ معكم حازم تك فيو. النهارده معانا منتجين مش تكنولوجيين من المقام الاول، بس مهمين جدا في كل عربيه. النهارده معانا منتجين من شركه بيوسز، الاي 2 كار فاكيوم كلينر، وكمان البيوسز ماك برو سيريز 2. هنعرف كل واحد بيعمل ايه، واظن ان على حسب احتياجك في العربيه وعلى حسب مكان ركوبك في العربيه هيبقى على اساسه المنتج ده بتاعك ولا مش بتاعك. يلا بينا. طبعا لو انت من الناس اللي بتقعد ورا كتير ومش هي اللي بتسوق، فهيبقى البيوسس الماك برو سيريز 2 اختيار ممتاز ليك. تعمل كده تلاقي الدنيا لذيذة جدا. معاك حاجة لابتوب، تابلت، عايز تشتغل تعمل كده. هنا ماك سيف لو معاك ايفون عايز تتفرج على حاجة تعلقه هنا، امورك تمام. لقيت كمان ان في كاب هولدر لطيف جدا وثابته جدا، يعني زي ما احنا شايفين الراس هنا ممسوكه قويه جدا. انا عاجبني بصراحه الماتيريال بتاعها، اساسا حاجه سوليد محترمه قوي. هنا انت ممكن تقول لي ممكن تتهز مني، فهقول لك صعب تتهز بحكم ان انت ايدك مريحه عليها فراجع على الكرسي، فصعب جدا انها تتهز او انها تتحرك بشكل يضايقك. فبصراحه منتج محترم جدا، الكواليتي بتاعته كويسه جدا، سوليد ويريح معاك، ما تحسش ان هو رخيص او ان هو ممكن يتكسر منك لو ريحت عليه. ونيجي لمنتجنا الثاني وهو الاي 2 الكار فاكيوم كلين. طبعا هي يعتبر تحت بند مكنسه بالكهرباء، بس نقدر نقول انها اتنين في واحد. انت ممكن تستخدمها كمكنسه وفي نفس الوقت ممكن تستخدمها ككمبريسور هواء. هنشوف ازاي دلوقتي. يعني اول حاجه بيجي معاها الكيس الشيك ده، وفي نفس الوقت القطعه اللي بتسحب. تركب كده، خلاص القطعه ركبت، ترفع لفوق اون زي ما احنا شايفين، يبتدي الهواء يضغط وقوته تزيد. واي مكان انت عايز تنظفه تعمل كده. اي حاجه موجوده في العربيه في اماكن ضيقه تطلع معاك، سواء بقى تراب اي حاجه. بسيطه جدا وعمليه. انا اشوف ان ده اختراع مثالي. الهاند بتاعها طويل فتقدر تخش في اماكن ضيقه في العربيه ايدك ما بتعرفش توصل لها، ودي الميزه الاهم. ونيجي بقى للقطعه الثانيه. تشغل تاني كومبريسور هواء، وضغطه مش وحش، يعني احنا بنتكلم في قوه كويسه، قادر ان هو يطلع. ولو في مكان فيه حاجه محشوره فهو برضو قادر يخرجها. وبس كده. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. كان معكم حازم تيك فيو. سلام.